أكدت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد بيرفض الدخول في مزاد من أجل التعاقد مع جودي بيلينغهام، وارتبط اسم اللاعب الإنجليزي بمجموعة من الأندية زي نادي مانشستر سيتي ونادي ليفربول، وعلى رأسهم نادي ريال مدريد. وبحسب تقارير صحيفة ماركا إن النادي الأسباني لم يستطيع مطابقة العروض اللي بتقدمها الأندية الأكثر ثراء أمثال ليفربول ومانشستر سيتي. ولفتت أنباء إن كارلو أنشيلوتي كان بيتجنب بشكل دائم الدخول في مزاد على ضم اللاعب، وأكبر مثال أندريك فيليبي وتشاوميني، واللي قرروا ارتداء القميص الملكي عن أي إغراءات اتقدمت من الأندية. وبحسب بيان الصحف إن تم إبلاغ اللاعب بالمدى اللي ممكن يوصل به النادي الملكي من الناحية المالية للتعاقد مع اللاعب، وخصوصا ان النادي الملكي واضح بشأن رواتب اللاعبين وقيمة الصفقات واللي بتستند لمعايير اقتصادية، وان النادي هيقدم للاعب تشكيلة تنافسية ومدرب محترم وفائز ونادي منظم بشكل مثالي. وختمت الصحيفة الأسبانية إن السعر النهائي اللي ممكن يدفعه نادي ريال مدريد في جودي بيلينغهام هو 110 مليون يورو، وده بجانب بعض المتغيرات واللي هتندفع بعد إتمام الصفقة.